تخيل إنك نايم في بيتك والليل ساكن، وفجأة تسمع حد بينادي اسمك من تحت السرير. السحر الأسود مش خرافة زي ما الناس بتقول، ده شيطان عايش بينا، بيتحرك في الخفا، بيغير حياة ناس وبيحكمهم من تحت الأرض ومن ورا الستارة. في ناس بتدفع دم قلبها وتبيع أرواح ولادها بس علشان تأذي غيرها، ومن سراديب ومقابر الصعيد المدفونة فيها أسرار لزوايا مظلمة في شوارع القاهرة اللي بتشهد صفقات مظلمة في كل زقاق، وحتى في الأرياف والقرى. الحقيقة دي ما بتفرقناش من زمان. كل حاجة حواليك ممكن يكون معمول لها عمل أو سحر وانت مش واخد بالك. في حلقة النهاردة من ملف إكس تحقيقات بوليسية، هنفتح ملف مرعب وهنعرف مين بيكتب بالحبر الأحمر ومين بيدفع التمن. اسمعني كويس يا صديقي، لأن اللي هتسمعه دلوقتي ممكن يخليك تتلفت حواليك وتسأل: هو أنا فعلا لوحدي ولا معمول لسحر؟ استعد لأن الملف اتفتح. ارجع معايا لآلاف السنين، لأيام الفراعنة، لما كانت مصر مش بس حضارة لكنها مركز الأسرار اللي بتحرك العالم من وراء الستار. في معابد عظيمة زي الكرنك وأبيدوس، الكهنة الكبار كانوا بيكتبوا برديات بتخبي بين حروفها تعاويذ مخيفة. تعاويذ ما كانتش مجرد كلام، دي كانت أوامر بتتقال للكون نفسه. كان عندهم وصفات بتحرك القلوب وتسيب الجسد في وهم غريب، تحب باللي قدامك أو تنزع منه روحه ببطء، زي ساحر قاعد بيلعب بخيوط عروسة لعبة وكل حركة ليه بتكلف حياة. كانوا بيخلطوا رماد العظام بدم طير أو دم بشر ويحطوا نقطة من سم أفعى ويقروا الكلام وهم بيبصوا للنجوم. ويقال إن في تعاويذ كانت بتقرأ عند الفجر عشان تفتح بوابات بين عالمنا وعوالم تانية. تخيل إنك تمسك بردية عمرها 3 أو 7000 سنة ولسه مكتوب فيها تعويذة اسمك فيها وكأنها مستنياك. الآثريين اكتشفوا بعض البرديات دي ولسه لحد النهاردة مش قادرين يفهموا كل رموزها. في كلمات ما بتتفسرش، وفي رسومات لجثث متلونة وأفاعي بتسكن جمجمة بشرية وقلوب بتنغرز فيها سكاكين من نور. الناس زمان كانت بتقول اللي يقرأ التعويذ دي بصوت عالي لازم يدفع التمن، والمفاجأة ناس جربت ودفعته فعلا. في مخطوطات بتتكلم عن كهنة كانوا بيخلوا الناس تحبهم غصب أو تموتهم وهم صاحيين، وفي قرابين كان فيها دم إنسان بيتقدم للآلهة أو لشيء أقدم من الآلهة نفسها. تفتكر ده علم حقيقي كان بيفتح أبواب خفية في الكون، ولا أكذوبة كبيرة اتبنت عشان تسيطر على العقول؟ النهاردة وانت ماشي في حارة منسية في الصعيد أو داخل جامع قديم في القاهرة، ممكن تلاقي شيخ بيقرأ نفس الكلمات بنفس الطريقة بنفس النظرة اللي كانت من آلاف السنين. وأنا بسألك، هل ده كله صدفة؟ ولا تراث الفراعنة لسه ساكن جوانا؟ فكر فيها قبل ما تنام. سنة 2001 في قرية صغيرة تبع مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، بلاغ بسيط وصل للمباحث. في بيت هناك ناس بتسمع أصوات غريبة وفي أطفال مرضى مش معروف سبب مرضهم. الشرطة دخلت البيت بعد إذن من النيابة وما كانوش متوقعين اللي شافوه. في أوضة صغيرة مقفولة بسلسلة حديد لقوا صندوق خشب قديم عليه رسوم غير مفهومة وكأنها الرموز من لغة قديمة محفورة بمسمار سخن. جواه كانوا فيه 14 لفافة قماش كتان ملفوفة بخيوط سودة، كل واحدة مكتوب فيها كلمات بحبر أحمر ريحته جامدة كأنها دم. واللفافات دي كانت متغطية بتراب ناعم وريحة المسك مخلوطة بريحة لحم فاسد. الراجل اللي ساكن في البيت قال: أنا مش ساحر ولا مؤذي، أنا بساعد الناس أفك الأعمال، بيجولي مظلومين وأنا بحللهم مشاكلهم.
لكن أثناء التحقيق ظهرت شهادة تقلب كل حاجة. واحد من الجيران دخل وهو خايف وقال قدام الضباط: مراتي بتصحى تصرخ كل يوم الساعة 3 الفجر، وبنتي الصغيرة تصحى وتبص للحيطة وتقول في واحدة ست واقفة هناك، بس احنا مش شايفين حاجة. اتضح ان في اكتر من بلاغ بنفس التفاصيل في نفس الشارع. الطب الشرعي أكد ان الحبر المستخدم في اللفافات فيه مادة عضوية مشتقة من دم حيواني، واتسجلت القضية تحت بند ممارسة أعمال الدجل والشعوذة المؤدية لضرر نفسي ومعنوي جماعي. لكن لحد النهاردة محدش قدر يترجم الرموز اللي على الصندوق. هل هي طلاسم من عصور قديمة ولا مجرد خرافات بيغذيها خوف الناس؟ ولو لقيت الصندوق ده قدام بيتك هتفتحه ولا هتخاف وهتقفل الباب بسرعة وتنسى إنه كان هناك؟ في شقة صغيرة بأحد أحياء القاهرة، أم إيمان كانت عاملة دعاية على فيسبوك على إنها معالجة روحانية، وكان زباينها كتير كأنها دكتورة بتعالج جروح الناس. بس لما الشرطة مسكتها وفتشت بيتها لقوا حاجة بتخليك تقف متجمد وجسمك يقشعر: عرايس مليانة دبابيس وزيوت بتشم فيها ريحة الموت، ودفاتر فيها أسماء ناس اتضرروا كأنها الدفتر بالضحايا. واحدة من الستات قالت بصوت مخنوق: رحت ليها عشان أرجع جوزي، لقيته طلقني، وبنتي بتصرخ في الليل وأنا بحس بحاجة بتمسكني ومحدش معايا. هل دي كانت نصابة بتلعب بعولنا عشان فلوس؟ ولا كان عندها قوة خفية بتدمر حياتنا؟ وأنا أسألك، لو لقيت حد زيها قدامك هتسألها ولا هتروح وتخاف من ربنا وتبعد؟ السحر الأسود في مصر حقيقة ولا وهم؟ بعد كل الحكايات دي اللي زي الظلال بتعيش فينا، وصلنا الحقيقة بتكسر الخوف. الظلام بيولد من خوفنا وجهلنا، زي عدو بيتربى جوانا. السحر ممكن يكون خدعة بتلعب بعقولنا، قوة نفسية بتتحكم فينا لما نكون ضعاف، أو جريمة نصابين بتسرق فلوسنا وأحلامنا. لكن الشرائع السماوية كلها، الإسلام والمسيحية واليهودية، حرمت السحر بشدة لأنه انحراف عن الإيمان بالله. في القرآن والتوراة والإنجيل، الساحر واللي بيطلب السحر كلهم بيواجهوا غضب ربنا، وعقوبتهم ممكن تكون الخلود في النار إذا ما تابوش. الحل عمره ما كان في لفافة أو حجاب أو دجال بيقول كلام فارغ. الحل جواك. قوم دور عن دينك وتعلم كل حاجة عنه، وقرب لربنا وتوكل عليه عشان ينور طريقك. ده السلاح اللي هيخليك تكسر السحر والخرافات وتطلع من الظلام ده. وانت يا صديقي اللي هتختار، إما تكون ضحية أو تنقذ نفسك. تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان أول ما الحلقة الجاية تنزل تكون أول واحد يوصل له الملف الجديد.